مشاهدينا الأعزاء، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تلقى نادي الهلال السعودي الخسارة من نادي السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للأندية التي تقام بالمملكة العربية السعودية. وتلقى نادي الهلال الخسارة من نادي السد القطري، حيث عرفت أطوار المباراة تسجيل نادي الهلال للهدف الأول في الدقيقة 11 من المباراة، فيما استطاع اللاعب الجزائري بغداد بنجاح من تسجيل الهدف التعادل، حيث تقدم نحو الجماهير نادي الهلال السعودي وأشار إليهم بأصبعه ليطلبوا منهم الصمت، مما أثر على اللاعب وقام بابتزاز جماهير نادي الهلال التي شنت جام غضبها على اللاعب، حيث استطاع اللاعب في تسجيل الهدف الثاني. وبين المباراة قام اللاعب وتقدم نحو الجماهير، حيث قدم اعتذاره والصف من مشجعي نادي الهلال على ما صدر منه من أفعال. وعرفت أطوار المباراة كذلك فوز فريق نادي الشرطة العراقي وتعادل فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي مع الفريق الليبي بهدف لكل فريق. وستستعد هذه البطولة لاستعدادات الأندية قبل بداية البطولات في المنتخبات في الدوريات العربية.